بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وبعد، أنا مروة كامل سعيد من إدفو. أنا ربنا هداني لدين الإسلام ودخلت الدين، أسلمت. وهذه بطاقتي. أنا كنت جنب بيتنا كان في جامع، وكنت بسمع خطب واتشدت ليها. محدش غصبني جبرني على أي حاجة. علشان إيه؟ عشان أسلم. أنا أسلمت من نفسي. أقول إيه؟ ما فيش تاني. اتكلم، يقولي ايه اللي حصل معاكي. طب ايه مثلا اللي شككك في الدين النصرانية مثلا؟ ايه اللي شككك في دين المسيحية؟ لا، أنا رحت سألت القسيس على حاجة، فهو قال لي اللي عايز الدين ده ما بيسألش على حاجة. فرحت سألت على حاجة في الدين الإسلامي، فراح أخي جاوبني على طول قال لي يعني الدين الإسلامي. أنا سمعت الخطبة فهو حكى لي وكده وعلمني طب ازاي. سألت على ايه يعني؟ قولي مثلا. عن قصة سيدنا إسحاق، سيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم. فهو حكى لي يعني القصة وكده، فنفس القصة يعني قالوا لي إنها موجودة في الإنجيل، بس أنا اتشدت لها أكتر لما سمعتها من الأخ اللي حكى لي القصة دي. طب فاهمين يعني ايه اللي حصل مثلا؟ يعني سألت قال لك ايه اللي سألتيه؟ أنا سألته إزاي يعني أب يذبح ابنه، وربنا من حنية ربنا عليه إن هو إيه، إن هو ينزل له كبش من السماء ويقول له ونادي عليه يقول له اترك ابنك. فهو راح لما سألته جاوبني وفهمني إزاي يعني إيه، إزاي يعني إزاي الدين الإسلامي دين حلو جميل. وأقول إيه تاني؟ استنى. طب هات البطاقة بتاعتك كده. بسم الله الرحمن الرحيم. دي بطاقتها طبعا، هات فيها الاسم الإسلامي وتحته الاسم المسيحي. بس بقى اسمها حبيبة أحمد محمد كامل، وكان اسم أبوها كان الأول اسمه كامل سعيد ميخائيل، كان اسمها مروة كامل سعيد ميخائيل. طبعا ادي مواليدها 14/9/92. بس تمام. كملي يا مروة، كملي يا حبيبي. وبس. ولما دخلت الدين وكده، فقرر انا كنت في الكنيسه يوم الاحد. ف يعني طلبت من القسيس اني انا اعترف، وقال لي ماشي وكده. وفي الاخر استعجل ومشي. فقلت ازاي يعني هو ازاي يعني انا اعترف لبشر زيه وبقول لي ربنا يغفر لك؟ يعني هو ربنا بيغفر على ايد الكاهن ده. ففكرت برضه وعقلت الامور. ويوم 23/7 سبت البيت ومشيت. جيت عند الأخ عربي، الأخ أسواني وهو ساعدني يعني، وجزاه الله خير. كمل. بس دلوقتي أنا عايشة حياة سعيدة وأجمل حاجة في الدين إن الواحد يصلي ويبقى مع ربنا. كل اللي عندي خلاص كده. خلاص. انت يعني انت حد جابرك؟ لا، ما حد جبرني على أي حاجة. أنا بنفسي اللي رحت للشخص ده وقلت له أنا عايزة أسلم. طيب حد خاطفك؟ لا، ما حدش خاطفني. طيب. أنا من نفسي جيت. انت من نفسك جيت؟ أنا من نفسي جيت. تمام. يعني في حد بيجبر حد على الإسلام؟ لا طبعا، ده اللي عايز حاجة بيعملها. ما فيش حد بيجبر حد على الإسلام. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. تمام كده، ما فيش حاجة. طب فين شلت الصليب انت من على ايدك؟ اهو. وريني كده. لا لف ايدك كده قدام الكاميرا عشان يبان الصليب. شلت الصليب. وهو كمان. واحدة برضه، عشان انت عارفة في النصارى يقولوا انتوا بتخطفوا البنات، يعني بيقولوا انتوا بتخطفوا بناتنا يعني. لا، ده كلام. ما حدش بيجبر حد على حاجة. انت حد خطفك؟ لا، ما حدش خطفني. طب بصي لي كده فوق، بصي فوق. مخطوفة؟ لا، ما حدش خطفني. حد اجبرك على حاجة؟ لا، ما حدش اجبرني على حاجة. طب انا عايزك تقولي كده يا حبيبه لوحدك من غير ما